دي بس، لان الارحام قطعت ليه؟ عشان دنيا. انت مخاصم اخوك ليه؟ عشان دنيا. انت واكل مواريث ليه؟ عشان دنيا. انت مشغول ومطحون في الدنيا وما بتخشش المسجد ليه؟ عشان دنيا. ونسيت انك ستترك الدنيا حتما، مهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. تدبر معي جابر بن عبد الله يقول دخل سيد الرجال السوق. وانا عايز اقول خلي بالك من الحتة دي اللي هقولها دلوقتي، مهمة جدا للنساء قبل الرجال. لو هتطلع النهاردة بالخمس ده وبالمعلومة ده هي افضل لك، مهمة جدا. لو انت دخلت السوق وقلت زي ما النبي علمك ليك مليون حسنة ويحط عنك مليون سيئة. ازاي؟ سيدنا النبي علمنا ذكر ما ياخدش من وقتك نص دقيقة وانت داخل السوق. الكل عمال يشتري والكل عمال يبيع، الكل مشغول بالبيع والشراء، وانت تحرك لسانك بذكر باسط الارض ورافع السماء. شوف سيدنا النبي بيقول في الحديث الصحيح من دخل السوق، احفظ الحديث ده، اما تخش السوق بدل ما تقعد تتفرج على الحريم وتشوف دي وتفرز دي وتتفرج على النسوان وتجيب اللي جاي في البلكونه، اذكر الملك. ساكت ايه؟ اصل الذكر دي مش هيعطلك في حاجه. انت شغال بتذكر، نايم بتذكر، على جنبك بتذكر، لا تغفل عن ذكر الملك. في ناس كده اما تجيب لها سيره الذكر قلبها وصدرها بيطير. انما بتكلموا في الكوره 10 بتكلموا في حنك، يتكلم في السياسه ويتكلم في الكوره ويتكلم في الانتخابات ويتكلم في الاسعار. انما لما تيجي تقول له الموت وتيجي تقول له القبر يقول لك يا عم الشيخ ما تخلينا قاعدين شويه. وهم عن الآخرة غافلون، وقال الله عز وجل بل هم عنها عامون. راجل معاه 10 دكتوراه مش عارف حاجة في الدين، ما يعرفش حاجة عن ربه خالص. ما هو انت لما تخش القبر الملائكة اللي هو منكر ونكير لا يقول لك انت معاك دكتوراه ولا معاك دبلوم ولا معاك اعدادية ولا معاك محو امية. ماذا تعرف عن الله وماذا قدمت لدين الله؟ هذا الذي تسأل فيه عن القبر. 3 أسئلة لي ولك ولكل عبد على وجه الارض. من ربك؟ تصور ان انت اول مرة تشوف ملكين، اول مرة دخلنا عليك. وشوف انت ما بتنام ممكن الليلة بدل ما مراتك تصحيك تبص تلاقي ملكين بيصحوك. ايه اللي جابني هنا؟ وانت سيادتك ما كنتش عارف ان في موت ولا حاجه؟ انت سيادتك مش عارف ان في قبر؟ سيادتك مش عارف ان في حساب؟ وربنا ترجم الكلام ده في القرآن في سورة قاف لما العبد قال ايه اللي جابني هنا؟ فين الزوجة وفين العيال وفين الاموال وفين العمارات؟ والرد يأتي من صاحب السماوات لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تدبر ماذا قال النبي عندما يدخل السوق صلى الله عليه وسلم. قال من قال لا إله إلا الله قلها. يمكن لسه في عمرك 5 دقايق، يمكن ملك الموت مستنيك بره، وياما ناس ماتت وهي بتعزي. لسه الشيخ احمد كان بيقول لي النهارده بذكرني بواحد توفى في العزل. فانت مش كبير يعني يا عم المعلم يا برنس يا عم الدكتور، هتموت. شوف النبي بيقول ايه؟ من دخل السوق بالقاف وليس بالهمز. نسأل الله ان يكفينا شر السوق والبلاء.
من دخل السوق فقال لا إله إلا الله، احفظ معاي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، اسمع، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة، يعني مليون، وحطت عنه 1000 سيئة. وفي رواية صححها في صحيح الجامع ورفعه الله 1000 درجة. طب بالله عليك تاخد منك قد ايه؟ تاخد منك قد ايه؟ عرفت ان احنا في خير وكل ده عشان مين؟ عشان خاطر سيدنا النبي. كل النفحات دي عشان زعيم الامه. يا عم انت لو ادركته ربنا يحسب لك 83 سنه ليه؟ 1000 شهر عشان مين؟ كل دي عشان خاطر الزعيم اللي انت مستخسر اما اقول قال رسول الله تصلى عليه، ويجي يشتري ارض ولا يفشل في حاجه في اي مشروع. عملت ايه يا حاج ابراهيم؟ ابو شفه عملت ايه؟ يقول لك يا هداني زي ما رحت زي ما جيت، ادي احنا كسبنا الصلاه على النبي. زعلان بالتريق، ادي احنا كسبنا الصلاه على النبي. زي المتهكع الضائع اللي جه يتكلم واحد ما هوش فاهمه، ما تفهمه بالراحه، يقول له يا عم الشيخ احنا بنقرا في عبس. انت مالك يا ومالك عبس يا انت مالك ومال عبس؟ بتتريق على القرآن، بتتريق على الآيات. وإن شاء الله هعمل خطبة قريبا عن هذه الألفاظ الذي يتداولها كل مسلم تغضب الله في سمائه وتخالف نبيه صلى الله عليه وسلم. شفت الدعاء؟ من قال لا إله إلا الله، احفظه ما تستهترش، تحج عليه لا إله إلا الله، ما تقوله 10 مرات، قولوا 100 مرة، قولوا ما انت ماشي فاضي ولك في الكوره والاهلي يلعب امتى والزمالك يلعب امتى والانتخابات ومين. يا عم خليك مع الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. الخير عند مين؟ عنده هو. امال انت رايح لغيره ليه؟ يا عم تعالى صلي. والعمليه والعيال وبتاعنا نقعد طول النهار نروح الجامع بقى ونقفل الورشه. يا عم الشيخ يا ابني مصالحك عنده هو اللي يخلص لك مصالحه، مصالحك عنده ومستقبلك عنده، لأن الذي بيده الضر هو الله، والذي بيده النفع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله، والذي يتحكم في الكون هو الله. خايف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ رزقك بيد من في السماء، اجلك بيد من في السماء، عمرك بيد من في السماء. ايه اللي مخوفك؟ النبي يدخل السوق عشان اختم الحديث وحتى لا اطيل، ولقى النبي كبش اسك ميت. اوعى تفوت اسك دي. اسك عند العرب صغير الاذنين. يعني ايه؟ دي معيوب. يعني لو جابوا كبش اسك صغير الاذنين في صحته لا يتباع ولا يشتري، يعني بلغتنا باير، محدش يبص له. كبش اسك صغير الاذنين دي محدش يبص له. لكن النبي مش راح لواحد لكبش اسك صحته حلوه، ده راح لكبش اسك ميت. ونظر الى اصحابه وقال من يشتري هذا بدرهم؟ يلي معاك فلوس في البنك اهي الدنيا اهي، من يشتري هذا الكبش الاسك المعيوب بدرهم؟ قالوا يا رسول الله انه اسك. اسمع الصحابه بيقولوا النبي ايه؟ لو كان حيا ما اشتريناه، فكيف نشتريه وهو ميت واسك وجيف؟ هي دي الفلوس اللي في البنك، هي دي العمارات اهي. كيف ما انت عمال انت دلوقتي وكيل وزاره عمال تخطط، عايز تبقى وزير وعايز تبقى رئيس وزاره وعايز توصل للناس، عمال تخطط وفي لحظه تلاقي كل دي راح، وفي لحظه يقول لك يا عم الحاج انده
اللي عنده كشاف يجيب. ليه يا عم ندفن بكره الدور في الاوجاع؟ عندنا في شارع عبد المنعم يقول لك لا الحريم عامله غاره في الدار وبتصوت وبنته عماله تصوت ومبهدله الدنيا. نطلع الدعوه الاسلاميه وندفن بالليل. هندفن الساعه 2 يا عم. ادفن يا عم. الحريم بتصوت بولاده مدهولين الدنيا في الدار. طب ما تستنوا بات معاكم الليلات. مفيش تبات. اصبحت ثقيلا. من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه فكيف لو كان ميتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. ايها الاحبة الكرام، اختم بهذه الابيات واقول يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوثا تشيب فيه النواصية. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاثيا. ولو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول